السلام على الشعب العراقي بكل مكان. جايب لكم كارثة في موازنة 23 اليوم تم التصويت عليها من برلمان القطيع، برلمان الواتساب. هذا البرلمان اللي يمشي على الواتساب، رسالة تجي ويمشي. بربكم أسألكم، موازنة انفجارية تخلي لي آلاف التريليونات، تكتب لي سلع وخدمات 15 تريليون، تكتب لي زيارات دينية 50 مليار، تكتب لي خدمات وإصلاح الموجودات أو صيانة الموجودات 16 تريليون، تخلي لي قوائم عن تريليونات كلها عبارة عن أبواب فساد وصرف للحيتان والحرامية. وتركضون اليوم تصوتون على جريمة كبرى، والله إذا مرت لنعريكم وروحوا للمحاكم اشتكوا. لا أخلي بيكم نائب ولا مسؤول ولا حكومة، نعريكم أمام الشعب. أي قضية تمر بيها فرهود وضرائب، وزيرة المالية تهدد البرلمان، تقول لهم أي عملية لتخفيض الموازنة سألجأ إلى الجباية، والبرلمان فوق ما موازنة ب200 تريليون اليوم يصوت على زيادة ضريبة على البنزين العادي، زيادة على البنزين المحسن، زيادة على الغاز، زيادة على الغاز، زيادة على أجور المطارات. يعني أنت عراقي تريد تسافر من مطارك تدفع 25,000، يعني عائلة مكونة من 4 نفرات تدفع 100. ما شنو 100 أجور سفر. هاي الضرائب اللي انت فرضتها يا سوداني ويا حكومتك عبارة عن محاصصة وناس لا علم ولا فهم. زين انت كل اللي راح تجنيه من عمليات مص دماء العراقيين بالضرائب يقدر 400 مليون دولار سنويا، يعني 600 مليار دينار. ما تساوي شيء امام ابواب الصرف من تكتب لي صيانة الموجودات 15 تريليون. وينك انت؟ مو قلت انت وياي بالحلقة، قلت انا اذا اخفض رواتب الرئاسات الثلاث شهريا اطبب 500 مليار للدولة في سنة. رقم، يعني انت تحكي اذا خفضت الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء والوكلاء والمحافظين راح تطبب للموازنة سنويا 10 تريليون. وين ال10 تريليون؟ انت بدل ان تخفض رواتب المسؤولين ورواتب النواب تذهب الى فرض جباية على البنزين. زين انت ما فكرت عقلك. اجور النقل ابو المخضر راح يقول لك الكروج انت تجيبها ب150 من